أهلا بيكي يا ماما في سلسلة إزاي نتعامل مع الطفل الهاي نيد. بعد ما عرفنا صفات الطفل الهاي نيد، هنبدأ بمرحلة 0 ل 12 شهر. الطفل الهاي نيد في أول سنة مش محتاج لبن وغيار بس، هو محتاج يشبك فيكي. جهازه العصبي حساس جدا وما بيعرفش ينظم نفسه غير بده. الطفل الهاي نيد غير بلمسة جسمك. استخدمي الشيالة كارير طول اليوم، هو هيسمع دقات قلبك ويهدى وانتي هتعرفي تعيشي حياتك. لو طفلك بيعيط من غير سبب واضح، فكري في الحمل الزائد. شوية ضوء زيادة أو صوت عالي ممكن يخلي طفلك ينهار. الحل كهف الهدوء. خدي طفلك وادخلي أوضة ضلمة تماما، هدوء تام وصوت وايت نويز خفيف. في 10 دقايق جهازه العصبي هيعمل ريستارت والزن هيقف. طفل الهاي نيد عنده احتياج فموي قوي جدا، intense sucking need. هو بيمص عشان يسكن وجع أو يهدي قلق. لو بترضعي طبيعي ده اسمه رضاعة للتهدئة، وده حقه جدا في أول سنة. ولو بيستخدم سكاتة، هي بالنسبة له مهدئ أعصاب مش مجرد لعبة. سيبيه يفرغ توتره بالطريقة اللي تريحه. استنوني في الجزء الثاني من سنة ل3 سنين، وما تنسوش اللايك